السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلمى عبده ووردبريس ديفلوبر. هشرح لكم النهاردة الأدوار والصلاحيات الخاصة بمستخدمي ووردبريس ومتجر ووكوميرس. تابعونا لآخر الفيديو وما تنساش لو ما اتفرجتش على الفيديو بتاع المرة اللي فاتت فأنا كنت شارحة فيه الداشبورد الخاصة بووردبريس. تابعونا لآخر الفيديو. أول حاجة عندنا 5 أدوار أساسية بتكون موجودة ديفولت في أي موقع ووردبريس وبتساعدنا على توزيع المهام والأدوار. أول حاجة عندنا الأدمن أو الأدمنستريتور. الأدمن ده بيكون مسؤول عن الموقع، وغالبا بيكون صاحب الموقع، بيكون مسؤول عن الموقع من كل حاجة: إضافة وتعديل وحذف المحتوى، إعدادات، إضافات، كل حاجة. تاني حاجة عندنا الإديتور ده بيقدر يكتب وبيعدل المقالات، بيوافق على الكومنتس، بس ما يقدرش يتعامل مع إعدادات الموقع ولا البلوجنز. تالت حاجة عندنا الأوثر ده بيقدر يكتب المقالات ويعدل المقالات، بس الفرق ما بينه وما بين الإديتور إن الأوثر ده بيكتب المقالات الخاصة بيه، بيعدل المقالات الخاصة بيه فقط، ما يقدرش يعدل على مقالات حد تاني، ما يقدرش يتحكم في أي مقالات غير المقالات الخاصة بيه هو. رابع حاجة عندنا الكونتريبيوتور. ده من الأدوار الأساسية في ووردبريس. ده بقى يعني بيعمل إيه؟ ده بيقدر يكتب المقالات عادي جدا، بس مش بيتوافق عليها من غير ما حد يوافق له عليها. يعني يقدر يكتب مقال بس محتاج حد يوافق عليه عشان المقال يتنشر. زي مثلا الإديتور يقدر يوافق على الكونتريبيوتور على المقال بتاعه. اوكي. خامس حاجة عندنا في الأدوار الأساسية بتاعة ووردبريس هي السبسكرايبر أو المشترك، وده بيقدر يشترك في الموقع وبيشوف المحتوى المخصص للمشتركين ويقدر يعمل كومنت. بعد كده لو انت عندك متجر ووكوميرس هتلاقي دورين زيادة على الأدوار الأساسية. احنا كده خلصنا الأدوار الأساسية اللي هم أول 5 دول. تمام. لو عندك بقى متجر ووكوميرس هتلاقي دورين زيادة على الأدوار الأساسية، وهما الشوب مانجر والكاستمر. الشوب مانجر يقدر يعمل ايه والكاستمر يقدر يعمل ايه؟ الشوب مانجر ده بيقدر يدير المنتجات، الطلبات، بيتعامل مع العملاء، لكن ما عندوش الصلاحية ان هو يعدل على الموقع. تاني حاجة عندنا هنلاقي الكاستمر، وده العميل اللي سجل في الموقع بتاعك، والعملاء بيكون لهم صلاحيات محدودة زي متابعة الطلبات وسجل المشتريات. تالت حاجة معانا في الأدوار والصلاحيات، لو انت كان عندك ناس شغالة على الموقع بتاعك ACO، أو كان عندك بلوجن خاصة بالACO، فانت غالبا هتلاقي دورين تاني زيادة على الأدوار اللي قلناها دي، وهي ACO Editor والACO Manager. ACO Editor ده يقدر يعدل على المحتوى عشان يكون متوافق مع محركات البحث، بس ما يقدرش يشتغل على إعدادات الموقع العامة. الدور التاني وهو ACO Manager ده بيكون مسؤول عن تحسين الموقع بالكامل لمحركات البحث. طيب أنا دلوقتي لو عايز أتنقل ما بين الأدوار دي كلها عشان أعرف كل واحد هياخد دور إيه، وأعرف كل واحد هيكون متاح لي إيه، هقدر أعمل كده إزاي؟ أنا هنا محملة بلوجن اسمها يوزر سويتشنج، نقدر نحملها من هنا. البلوجن دي بتوفر لنا إن احنا نقدر نتحرك ما بين الأدوار عشان نعرف كل واحد متاح ليه إيه وينفع ليه إيه. دلوقتي احنا مثلا عايزين نشوف ال ACO editor ده هيكون متاح لي ايه لما انا اعين واحد ACO editor وادخله على الموقع بتاعي واديله الدور ده. هل هيكون خطر على الموقع بتاعي، ولا هل هو فعلا هياخد الجزء اللي هو هيشتغل بيه؟ خلينا نجرب كده. اختار ACO editor ونضغط هنا update user. اوكي. بعد كده نضغط switch to. بالظبط ده الجزء اللي هيكون متاح لل ACO editor. عايز ارجع؟ اوكي مفيش مشكلة، عرفنا خلاص الحاجات المتاحة لل ACO editor. نرجع تاني switch back كده، رجعنا تاني للمكان بتاعنا. نرجع هنا تاني عشان عايزين نجرب كذا دور تاني. انا دلوقتي عايز اعرف
مثلا عايزه اعرف الكاستمر، العميل اللي جه اشترى من الموقع بتاعي وبقى متاح لي جزء من الموقع، هيكون متاح لي ايه؟ انا برضو عايزه امن الموقع بتاعي، عايزه اضمن ان مفيش اي حاجه، يعني مفيش اي حد هيطلع له اي معلومات مش من حقه. اوكي، هنشوف الكاستمر ده هيظهر له ايه. هنضغط update user ونرجع هنا ندوس switch to. بالظبط ده اللي هيظهر للكاستمر بتاعنا. اوكي، ده المكان اللي هيظهر للكاستمر بتاعنا، زي ما كلنا بنيجي نشتري اي حاجة اونلاين بس كده. اوكي، نرجع تاني. switch back، مش عارفة هي هنا ظاهرة لكم ولا لا، بس في تحت هنا switch back، هنضغط عليها كده. احنا عرفنا ازاي نتحرك ما بين الادوار كويس قوي، ونعرف كل دور كويس قوي عشان محدش ياخد دور مش من حقه. لحد كده تمام جدا. طيب رابع حاجة عندنا، ودي تركاية محدش يعرفها كتير. لو فرضنا ان انت عايز تعمل ميكس ما بين دورين، يعني عايز تدي لحد ميكس، يعني يعمل حاجة من هنا على يعمل حاجة من هنا. مثلا تدي لحد اوبشن مثلا ال ACO، وفي نفس الوقت مثلا author او editor، او اي دور انت عايزه. او حتى احنا دلوقتي عايزين نعمل اصلا عايزين نعمل مثلا حاجة غير دول اصلا خالص. انا دلوقتي عايزة اعمل دور غير دور خالص، عايزة اعمل حد editing، حد شغلته بس على الموقع ان هو يدخل يعدل لي كل حاجة على الموقع مثلا. هل في اوبشن ان انا اعمل حاجة زي كده؟ في اوبشن ان انا اعمل حاجة زي كده. هنيجي هنا على البلوجن، add new plugin، وهنيجي هنا هنكتب user rule editor. user rule editor البلوجن دي في كذا بلوجن منها، في كذا بلوجن منها. اوكي، بس احنا هنشتغل على دي. install now، هننزلها واكتف، وكده هي اشتغلت على الموقع بتاعنا. هنجيبها منين؟ هنيجي هنا من اليوزر وهنيجي هنا في user rule editor. دي كده البلوجن بتاعتنا. انا دلوقتي عايزه اعمل رول جديد، عايزه اعمل دور هنا جديد ما كانش موجود، عايزه اعمل حد editing بس، عايزه اعمل حد مثلا خاص بالبرودكت بس، حد مثلا عايزه احدد في الشوب مانجر ده ان انا مش عايز اوريه اي حاجه خاصه بالسعر والعمله والفلوس اللي بتيجي على الموقع، مثلا عايزه اشيل منه الحته دي. اوكي، ده كله بيحصل من هنا عندك كل الاوبشنز الموجودة اللي تقدر تتيحها او ما تتيحهاش للادوار اللي عندك. اوكي، وعندك اوبشن ان انت تعمل دور جديد add new rule، وتعمل هنا دور جديد بأي حاجة انت عايزها، وتختار الادوار اللي انت عايزه يقوم بيها، او تختار المهام اللي انت عايزه يقوم بيها، ودي فقط اللي هتكون متاحة له. لحد كده الدنيا تمام جدا. في الاخر ما تنساش ان توزيع الادوار والصلاحيات بشكل مناسب، يعني مش بس مجرد ان هو بيخلي الشغل منظم والموقع منظم وكل واحد عارف هو شغال فين بالظبط عشان ما يشتتش الناس، لا، ده كمان بيحمي الموقع بتاعك. في النهاية لو عجبك الفيديو وعايزين تعرفوا اكتر عن الووردبريس، ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.